البعوض الإيراني اسم يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يرمز إلى واحدة من أكثر الاستراتيجيات العسكرية إثارة للقلق في الحسابات الحديثة، خصوصاً داخل غرف التخطيط في البنتاغون، حيث لا يقاس التهديد بالحجم دائماً، بل بالقدرة على الإرباك وكسر التوازن. هذا المفهوم القتالي الذي يتبناه الحرس الثوري الإيراني يعتمد على نشر أعداد كبيرة من القوارب السريعة والخفية، تتحرك بشكل جماعي في أسراب تشبه اللدغات المتتالية، بحيث تهاجم هدفاً واحداً من اتجاهات متعددة وفي توقيت متزامن. ووفق دراسات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن هذا الأسلوب يهدف إلى إنهاء أنظمة الدفاع لدى السفن الحربية الكبيرة التي قد تواجه صعوبة في تتبع عدد هائل من الأهداف الصغيرة والسريعة في آن واحد. تتميز هذه القوارب بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالمدمرات أو حاملات الطائرات، لكنها في المقابل مزودة بصواريخ قصيرة المدى أو طائرات مسيرة، ما يمنحها قدرة على تنفيذ ضربات عسكرية ومباغتة قبل الانسحاب. هذه المعادلة غير المتكافئة قارب زهيد الثمن في مواجهة سفينة بمليارات الدولارات تجعل من أسطول البعوض أداة فعالة في حروب الاستنزاف والضغط. الأمر لا يتوقف عند طريقة الهجوم، بل يمتد إلى أسلوب الانتشار، حيث تشير تقارير عسكرية إلى أن هذه الزوارق تخزن في مواقع ساحلية محصنة، بعضها مموه داخل تضاريس وعيرة أو منشآت مخفية، ما يسمح بإطلاقها خلال دقائق ويجعل استهدافها أمراً بالغ الصعوبة. هذه المرونة تمنح إيران قدرة على المفاجأة وفرض إيقاع الاشتباك في أي لحظة. تتجلى خطورة هذا التكتيك بشكل أكبر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في هذا الممر الضيق يمكن لأسراب القوارب السريعة أن تتحول إلى أداة ضغط استراتيجية تهدد حركة الطاقة العالمية وتضع القوى الكبرى أمام تحد معقد. ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً تكنولوجياً كبيراً وتعمل على تطوير أنظمة دفاع قادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات، فإن طبيعة البعوض الإيراني القائمة على الكثافة والسرعة تظل اختباراً حقيقياً لقدرة هذه الأنظمة على الاستجابة الفورية، ما يجعل أي مواجهة محتملة في هذه المنطقة مفتوحة على سيناريوهات غير تقليدية.